عارف إن أول ضريبة في التاريخ اتفرضت كانت من حوالي 5000 سنة في مصر القديمة؟ الفراعنة كانوا بيجمعوا حصاد من الناس، واللي ما كانش بيدفع كان بيتعرض لعقوبات قاسية. بس وقتها كان الموضوع عبارة عن غلة وشعير. النهاردة الوضع اتطور وبقى عندنا عملات رقمية وبيتكوين، والموضوع بقى معقد لدرجة إنك ممكن تضيع في الحسابات وتلاقي نفسك لابس في حيطة مع الضرايب أو خسران أرباحك وأنت مش داري. وهنا بيجي بقى دور وحش اللعبة اللي هنتكلم عنه النهاردة، بلوك بيت. أول ما تدخل في التفاصيل، تطبيق هيديك 5 مميزات رهيبة تخليك تمسك في حسابك بإيديك وأسنانك. تمسك حساباتك صح. أول حاجة بيجمع لك كل محافظك ومنصاتك في مكان واحد. تاني حاجة بيحسب لك الضرايب أوتوماتيك حسب قوانين بلدك، بيعرفك مين العملة اللي ساندة محفظتك ومين العملة اللي مغرقاك. واجهة مستخدم سهلة جدا، مش محتاجة عبقري. بيطلع لك تقارير جاهزة لجهات الضرايب، بس للأسف النسخة البرو. وفي آخر الفيديو هقولك على 5 عيوب صدمتني و5 نصايح ذهبية لازم تعرفهم قبل ما تدوس تحميل. بص يا سيدي، بلوك بيت هو مش مجرد محفظة، ده محاسب قانوني بجيبك متخصص في الكريبتو وال NFT. وظيفته الحقيقية انه يحل لك أزمة التشتت لو عندك حسابات في باينانس وكوين وبيز ومحافظ باردة، ويقولك بالظبط انت كسبان كام وصافي ربحك كام بعد خصم العمولات والضرائب المتوقعة. وده بيفرقه عن غيره انه قانوني بزيادة ومركز جدا في حتة تاسك كومبلينس. التطبيق ده مناسب جدا للمستثمر اللي نفسه طويل، اللي بيعمل عمليات كتير ومش ملاحق يحسب. لكن مش هيكون مفيد لواحد لسه شاري ب10 دولار وعايز يتفرج عليهم. ده محتاج محترفين أو ناس عايزة تمشي صح. عشان تبدأ صح، بعد ما تحمله هتعمل حساب بإيميلك. وأول خطوة قاتلة لازم تعملها هي ربط المنصات عن طريق ال IPI Ready Only. يعني يدوب يشوف العمليات بس، ملوش حق السحب أو تداول، قراءة فقط. وتربط محفظتك زي الميتا ماسك. من هنا بيبدأ التشريح. التطبيق بيفصص كل حركة بيع وشراء ويحسب سعر التكلفة ويوضح لك موقفك المالي اللحظي. المميزات الحقيقية اللي هتلمسها في تطبيق داشبورد المنظمة جدا، قدرته انه يكتشف السكيمز او العملات الوهمية اللي بتنزل في محفظتك احيانا ويقولك ابعد عنها. كمان الميزة المخفية هي محاكي الضرائب اللي بيقولك لو بعت دلوقتي هتدفع كام، ولو استنيت للسنة الجاية هتوفر كام. اما العيوب اللي ممكن هتضايقك، اولها ان النسخة المجانية عينة، بس عشان تطلع تقرير ضريبي محترم لازم تدفع اشتراك غالي شوية. تاني حاجة ان الربط التلقائي لبعض المنصات المحلية او الصغيرة ممكن يعلق وتظهر ليك لازم ترفع الملفات اكسل يدويا، وده مجهود رخم شوية. غير ان استهلاك البيانات عالي لانه بيعمل ابديت لاسعار السوق لحظة بلحظة. التركية اللي هتوفر عليك فلوس هي انك تراجع الانليبل ترانزاكشن اول باول، لان التطبيق لو معرفش يصنف عملية تحويل ممكن يحسبها بيع ويحط عليك ضريبة غلط. فخليك ناصح وراجع وراه. وخد بالك من فخ التجديد التلقائي في الباقة المدفوعة، ومن انك تدي صلاحية ال API اكتر من القراءة فقط. ما تديش، لان ده خطر على امانك. اكتر تعليق واخد لايكات تحت التطبيق بيقول أفضل أداة لحساب الضرايب، لكن أسعار الباقات السنوية مبالغ فيها جدا للمستثمرين الصغيرين. في النهاية لو أنت مستثمر جد وعايز تنام مطمن إن ورقك سليم، التطبيق ده يستحق المساحة والوقت. لكن لو لسه بتبدأ، استمتع بالنسخة المجانية لمراقبة محفظتك بس، وما تدفعش ولا مليم دلوقتي. لو عجبك الفيديو واستفدت مني بأي معلومة، شير ولايك وسبسكرايب، واستناني تاني تطبيق جديد في قناتكم وراجع برامج. سلام.